لا تكافئ ولا تعاقب ابنك بالأكل. علاج السمنة عند الأطفال والمراهقين مش نظام غذائي، دي رحلة لازم نمشيها مع أطفالنا خطوة بخطوة. ناس كتير فاكرة إن علاج السمنة عند الأطفال والمراهقين من سن 5 سنوات ل 18 سنة هو مسؤولية الطفل نفسه، ولكن في الحقيقة الأهل ليهم الدور الأكبر، بحيث الأكل، الحركة، النوم، حتى حالته النفسية، لأن الأهل هم اللي بيحددوا الطفل هياكل إيه وإمتى وكمية الأكل اللي بياكلها. ولو البيت بياكل أكل صحي الطفل هيتعود، ولكن لو البيت مليان حلويات وشيبسي وبيبسي الطفل هيتجه ليه تلقائي. أما بالنسبة للنشاط البدني، الرياضة مش بتحصل لوحدها، لأن الأهل هم اللي بيشجعوا الطفل إن يخرج ويتحرك ويشارك في تمارين هو بيحبها، أو حتى على الأقل يتمشوا معاه. لازم نقلل من السلوكيات السلبية. الوقت اللي ابنك أو بنتك بيقضيه قدام الشاشات برضو الأهل هم اللي بيحددوه. هل الطفل بيقعد بالساعات قدام الشاشات سواء موبايل أو تابلت أو تلفزيون، ولا حضرتك حاطة قواعد وحدود؟ الدعم النفسي، الطفل بيتأثر بكلامنا جدا، لكن لو ضحكنا عليه أو انتقدناه ده بيكسره، لكن لو شجعناه واحتفلنا بكل خطوة هو بيعملها ده هيخليه ينجح ويكمل. ولكن التشجيع هنا مش معناه ان احنا نكافئه بالاكل. التشجيع الايجابي مش مرتبط ابدا بالاكل، ممكن نكافئه بكلمه حلوه، بحضن، بخروجه بسيطه، او حتى تسيبه يختار لعبه هو بيحبها. لو ابنك او بنتك بيعانوا من مرض السمنه، موضوع مش بيخصهم لوحدهم، الحل الحقيقي بيبدا من عند الام والاب. الدراسات اثبتت لو عملنا تدخل سلوكي وغذائي للطفل علشان ينزل في الوزن، النتائج بتكون احسن بكتير لما يكون الاهل مشاركين مش الطفل لوحده، لان الاهل هم اللي بيشتروا الاكل، هم اللي بيطبخوا، هم اللي بيحددوا مواعيد النوم، هم اللي بيتحكموا في استخدام الشاشات. يعني الاهل هم الاساس، هم اللي بيأثروا على كل حاجه. لو فعلا بتحب ابنك او بنتك ساعدهم ان هم يتغيروا، وابدأ بنفسك، غير نمط حياتك، وافتكر دايما ان دعمك ليهم هو اهم علاج. هقول لكم على شويه نصايح هتساعد الطفل ان ينزل في الوزن من غير ما يحس انه في دايت، اقروها في اول كومنت.